هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اول شي اليوم عندنا وصفة البسكت اللي هي مكونات طحين، مبروش جوز الهند، زيت، زبدة وشكر، بيكنج باودر وفانيلا وبيض. اول شي نضيف الزبدة والمبروش جوز الهند والشكر ونخلطهم ايضا مع الزيت ونخلطهم زين مثل ما تشوفون. اول شي نخلطهم سوية وبعدين نضيف او نخلط وياهم البيضة، ونقدر نضيف البيكنج باودر والفانيلا يعني خطوة ورا خطوة مثل ما تشوفون. طبعا صوتي شوية لأنه مريضة. فنضيف الطحين فوقهم، بعدين نضيف بقية المكونات كلها ونخليها تخلط زين، يعني الجهاز شوية يخلط أقوى من إيدنا فحتى تتماسك العجينة زين مثل ما تشوفون. تطلع لازم بهالشكل، يعني لا كلش قوية وتكون متماسكة يعني طرية. نجيب أي قالب عندنا أو أي شي مال كليجة أو أي شي، يعني تقدرون تشكلوها بالطريقة اللي تعجبكم. أنا هنا حبيت أسويها بالقالب مال الكليجة بس شوية مزعج يعني قوة تطلع. فهنا حتى ما تلزق نقدر نخليها بمبروش جوز الهند ونخليها بالقالب، يعني نغطيها من شكلها. لا، هي من الداخل احنا خلينا مبروش جوز هند. وهو هذا اللي يميز هذا البسكت، انه على طراوته من الزبدة وعلى طعمه بسبب المبروش، فراح يكون شوية مختلف، كلش مختلف، اطيب من البسكت اي بسكت تشتروه. فمثل ما تشوفون سويناها بهالصينية وراح ندخلها للفرن درجة حرارة 200 ونشغل الفوق والجوا، يعني نخليها ربع ساعة 20 دقيقة لحد ما تشوفون يعني انطت هيجي على شكل ذهبي. بعدين نشوف النتيجة. هسه هنا شفت أكلة وصفة أعتقد هاي تفيد أهل الدايت، لأنه ما راح تعجب الكل لأن طعمها خفيف. لأن راح أسوي أول شي أخلط أو أني سويت الموز بالخلاط يعني على مود يصير بهالشكل، وأضيف فوقه السمسم. بس هالمكونين. هاي الوصفة ثانية يعني حبيت أجربها. ومثل ما تشوفون خلطتها هيجي، نخلطها نخليها تتماسك، نخلي السمسم بالكمية اللي تخليه يتماسك، يعني مو تكون لينة كلش ومثل يعني مثل مروحة هيك تتماسك، لا. سويتها بهذا القالب على مود تكون يعني بيها شكل، ما أسويها بإيدي، ودخلتها للفرن طبعا تقريبا ربع ساعة. يا دوب صارت وياي بهاي الشكل، لأنه حتى لو تتماسك ترجع تتفتت، بس قدرت انه اضبطها مثل ما شفتها بالفيديو. هو فيديو اجنبي بس عجبني اجربه لانه سهل ومكوناته موجودة. بالنسبة لي طيب، وطعمه اني بالنسبة لي طعمه طيب ويفيد اهل الدايت، لانه ما بيه هواية سكر، ما بيه يعني اصلا اي اضافات ثانية، كلها طبيعي يعني. فسويت على قدي وعلى قد التجربة، وبالنسبة يعني لو علي أني أعيدها للتجربة. فإذا حبيتوها جربوا، يعني إذا شفتوا إنه تقدرون تجربوها جربوها وسووها، هم تستمتعون وتقضون وقت، وهم تسوون شي جديد، طعم جديد يعني طعم مختلف، وبنفس الوقت تشوفون إنه تقدرون تنجحون بهذا الشي لو لا، أو تحبوه لو لا. لأن لما انطيته لأخويا انه ما حبه لانه ما بيحلاه هواية، انطيته لأختي حبته، فناس وناس يعني الآراء مو كلها سوا. فأني هنا أخذت وقت، يلا كملت. شوفوا هنا رجعت عدتها لأنه أني مو كلش ويا الطبخ، بس أحاول أسوي شغلات. فدخلتها للفرن وبس ننتظر. هنا البسكيت طلع يجنن كطعم، يجنن. أنصحكم تجربوه بشدة يعني هيك بقوة. على قد الهشاشة مالته ما قدرت أشيلها بإيدي، جبت هاي
اللي تمسك وجبتها يعني مسكت بيها البسكت، ما قدرت بإيدي لأنه على قد ما هشة وتذوب هيك تذوب بالحلق وبالإيد، بس طعمها مختلف جدا مختلف. فأنصحكم كلش تجربوها. هسه أنا رجعت هاي الأكلة الثانية حتى أشوفها. شوفوا شلون صار لونها أحمر، أنا قلبتها بس هي صارت وجهها حلوة طيبة يعني. شكلها أنا أحب أي شي بيه سمسم، هي تشبه السمسمية بس هالمرة نكهتها إنه بيها موز، وهذا الشي انطاها يعني شي طيب كأنه شي بداخلها يعني مثل الحشوة صارت. فهذا شكلها النهائي. وإن شاء الله إذا عجبكم الفيديو أتمنى ما طولت عليكم، أتمنى ما كان شوية الفيديو ممل، واشتركوا بالقناة لا تنسون. باي باي.